رد الدكتور النجدي على الدكتور التيجاني. أو حمار أو تلاجنوع، هاتوا الرسمي المهم. نعم. هو كل المشكل بين السنة والشيعة هو عدالة الصحابة، هذا اللي جاب كل المشاكل. هم يكفرون على هذا، وكل كلامهم التيجاني يقول يسب في الصحابة ويلعن، وأنا عمري ما يطلع مني هالشيء هذا، وهذا كذب وافتراء. أقول فقط يا إخوان، أولا الخلاف الأساسي بين الأخوة أهل السنة وشيعة أهل البيت عليهم السلام هو قضية الإمامة. ولكن قبل أن أبدأ بمقدمة هذا الموضوع، هذا هو الموضوع الأساسي في الخلاف بين السنة والشيعة، وهو موضوع الإمامة. وهنا دثرت كثير من الحقائق نتيجة للحكومات التي سيطرت فحرفت بالأحاديث